الماسك اللي هيخلي شعرك حرفيا باروكه. الكميه اللي انتوا شايفينها دي من معلقتين فقط، يعني تكفي معانا شخصين. لو شخص واحد بس يعني تعملي لنفسك انت بس، هتعملي معلقه واحده بس، هتخلي شعرك حرفيا باروكه. بينبت الشعر جدا ويتقل الشعر جدا ويطول الشعر جدا. خديها قاعده، طول ما فروه الشعر نظيفه الشعر بيطول وانت مش واخده بالك. اللهم بارك، انا ليا 6 شهور شغاله. هبدا معاكم باول ماسك انا عملته، لان الماسك ده ليه طرق كتير، يعني انا لو هعمله لنفسي دلوقتي هضيف مكونات تانية. نبدا مع بعض واحده واحده. انا كمبتدئه اول مره هستخدم الماسك ده، هتستخدميه بالطريقه دي. الاسبوع الجاي ان شاء الله ننزل ماسك تاني، الاسبوع اللي بعده جلسه الديرما، كل حاجه هنزلها معاكم. بس عرفوني ان انتم مهتمين، ان انتم ترفعوا الفيديو بلايك، وكمان تكتبوا لي كومنت حلو منكم. ويلا بسرعه نبدا مع بعض. السلام عليكم، ويلا كده سريعا مع بعض هنحضر الميه اللي احنا هنعمل بيها الماسك. عندنا اساسي بصله صغيره كده، تكون بصله حمراء، و7 فصوص من الثوم، دول يا بنات اساسي. طب الريحه، احنا كده كده هنستخدم اساسا زيت تصفيف، وفي روايح وفي كل حاجه، ما تقلقيش. عندي العلبه دي علبه سحريه، انا جايبه فيها كده ب10 جنيه من كل الاعشاب، ورد محمدي، روزماري، قرنفل، بذور كتان، مخلطاها كده حاجه فخر من الاخر. بحطها كده في علبه واخلطها مع بعض كويس جدا، وبعد كده باخد منها معلقه مع البصل والثوم، وبعد كده بحط لها بقى كميه ميه حلوه، مثلا كوبايتين ميه كبار، يعني اقل مثلا من نص لتر من الميه. وبعد كده بعجن بيهم، وحاطه طبعا يا بنات اساسي ورق الغار. ورق الغار حلو جدا، مش ورق الصدر كمان، ورق الغار. هحط هنا كمان شويه في العلبه، اعبيها وكده هقفلها، وهبدا ارفع البراد ده على النار. مجرد ما يبدا يغلي معاكي هتحسبي بالظبط 4 دقايق، وطبعا يكون متغطي، وتقفلي عليه النار وتسيبيه لحد ما يبرد تماما. وبعد ما يبرد او يكون دافي نحضر بقى الماسك بتاعنا. السلام عليكم، ويلا كده نبدا مع بعض. اول حاجه، الماسك الصدر لازم يكون قوامه زي الفوم او زي الشامبو الطبيعي، تمام. فيا اما هنعمله بالمضرب الكهربائي، يا اما هتحطي كل المكونات دي جوه الخلاط وتديله ضربه حلوه لحد ايه ما يملك الخلاط كده. الصدر الاصلي يا بنات بيرمي، يعني انا وسلمى هناخد معلقتين كبار من ده، تمام كده. هنقول بسم الله، واحط معلقتين كده حلوين، يعني كل واحده فينا معلقه. ادي واحده وادي التانية، خلاص معلقتين بس. وطبعا انا بستخدمه من ريفال، يعني انا بحب حاجه ريفال جدا. هقول بسم الله، رب ما يطلعش فيها حبوب، مش مشكله. هنقول بسم الله كده، ونحط شويه ميه دافين من ميه الاعشاب اللي احنا ايه عملناها، ونقول بسم الله بقى ونبدا نضرب. السرعه الهاديه الاول، في الخلاط هيبقى اسهل، لكن الخلاط والله عندي بايظ، فانا هعمله بالمضرب بقى وايه وخلاص. بس هضرب وهزود الميه شويه بشويه. بصوا الميه بقت جميله ازاي اهو. نحط شويه ميه كده صغيرين ونضرب. شايفين قوامه يبقى متعمل ازاي اهو. ده الماسك ده يا بنات مش الماسك اللي بيتحط على الشعر كله، في ايوه ماسك للصدر بيتحط على الشعر كله، ولكن ده احنا قاصدين منه تكثيف الشعر وانباته، ولو في قشره كمان ما شاء الله بتروح خالص، ونظافه الفروه علشان الشعر يطلع صح. طول ما الفروه عندك نظيفه، طول ما شعرك بينبت بسرعه ما شاء الله، بيطول بسرعه، بيتقل بسرعه، بيقلل التساقط جدا جدا، وبيوقفه كمان. خصوصا ان احنا عملنا فيه كمان البصل والثوم. طيب دلوقتي هجيب ايه؟ هجيب زيت انا بستخدمه يكون مرطب للشعر، فده 7 زيوت: جوجوبا وارجان وفيتامين اي ومواد كده كتير قوي محطوطه فيه، ولوز حلو وحاجات زي كده. فانا هاخد يا دوبك، انا بعمل كده بتملى لي تقريبا نص القطاره، فانا هحطها كلها بالشكل ده، تمام. زياده بقى ترطيب، انا بعمل كده روتين يعني كامل متكامل، كانك بتعملي بروتين كده من البيت. هحط عليه كمان، هسيح دي على حمام مائي، هاخد منها معلقه. وزبده الشيا الاصليه بيكون ده لونها، وبتكون زي السمنه كده جامده، ما بتكونش سايحه ولا مثلا قوام السمنه البلدي، لا بتكون جامده بالشكل ده. فانا لازم هسيح منها معلقه كبيره على حمام مائي او حتى في الميكرويف، وهبدا اضيفها على الماسك بتاعي، ونبدا بقى نشتغل على طول. سيحناها، بسم الله، هاخد منها معلقه كده. شايفين قوامها ما شاء الله تقيل ازاي اهو.
عايزه شعرها تكون باروكه، اوعي 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 تستغني عن ماسك الصدر، قسما بالله تحفه. وما تصدقيش اي حد يقول لك بينشف بيقصف بيعمل، لو كان الصدر زي ما قلت لكم في فيديو انا شارحه فيه الانواع كلها بتاعه الصدر، المغشوش والاصلي، والمغشوش بيعمل ايه والاصلي بيعمل ايه، ده تكثيف وانبات، حرفيا شعرك بيكون باروكه. ده تستخدميه مثلا كده لو انت لسه مبتدئه مرتين في الاسبوع بس كفايه عليكي. اما لو غوطتي شويه كده مثلا 3 مرات في مرتين في الاسبوع، ايه مرتين في الشهر كله، يعني كل اسبوعين بتعملي جلسه. انا لما بدات كنت بادئه مثلا جلسه اللهم ذكرني صدر، الاسبوع ده مثلا الاسبوع اللي بعده اعمل جلسه حنه. تمام كده، يبقى مره صدر مره حنه، بعد كده وفي نص الاسبوع ادخل بقى الديرما عشان بقى التساقط، انا عايزه شعري يطول بسرعه. الله، ده بقى انا كده خلطت الحاجات دي، هبدا اديها ضربه حلوه كده. طيب ماسك الحنه لازم نكون غاسلين شعرنا، شعرنا يكون نظيف، الفروه نظيفه علشان نحطه. اما ده زي ما انتوا شايفين اللي بقدمه معاكم ده في القناه ده حاليا، ده بعد تجارب يا بنات 6 شهور. بعد ما دفعت، انا نفسي ابقى فاضيه واطلع احكي لكم قصه شعري والمبالغ اللي انا دفعتها. دفعت اول جلسه كانت في البيوتي سنتر ما شاء الله 1600، الجلسه الثانيه 1800، الجلسه اللي بعديها قسما بالله 5000 ونص، غير الادويه اللي اتكتبت لي. وبرده عارفين النتيجه المؤقته اللي هي 6 شهور وشكرا وشعرك يرجع اسوأ، هو ده اللي حصل معايا. فانا بعد كده لا، نرجع بقى لوصفات امهاتنا اللي كانت كل جمعه كده تقوم كلنا شعرنا يتحنى، كلنا شعرنا يتحط عليه صدر، بس كانوا بيجيبوا بقى ورق النبق وكده. حد هيقول لي طب ما انا اجيب ورق النبق من الشجره تمام مفيش مشكله، هاتيه وجففيه واغسليه واطحنيه، وبعد كده خدي التجربه، خدي شويه صغيرين جدا كده على ايديكي ورغيهم، عملوا رغوه صابونيه كريميه كانه شامبو زي الفل، اشتغلي. مش لازم انا بقول لك مثلا هاتي من كذا يبقى كذا، لا. انا بقول لك ليه مثلا، يعني برشح لك حد ليه، لان انا 6 شهور يا جماعه بدفع فلوس وبتترمي في الارض. وشوفوا الفيديو بتاع الحنه وبتاع الصدر وبتاع المشاط، الحاجات اللي جبتها وطلعت مغشوشه وما استخدمتهاش بعد كده. خلاص المهم ده بيكون القوام تبارك الله من معلقتين، وده الصدر الاصلي. تمام، ده الصدر الاصلي اللي هو المستورد. هنبدا نعمل ايه؟ هنقول بسم الله بقى وتعالوا نشوف مع بعض. هنبدا نفرق الشعر ونحط على المفارق فقط، على المفارق بتاعه الشعر. يلا، رجعت لكم تقريبا بعد 5 ساعات بعد لما هاني ما رجعت من الدرس، بس انا كنت عملت شعري وكمان ابني عمل شعره، يعني الكميه ما شاء الله كفت 3 مش 2 تبارك الله. المهم اول حاجه نحاول نسرح الشعر، بعد كده هنبدا نفرقه ونبدا نحط يا بنات على منبت الشعر علشان ينظف الفروه ويقوي الفروه ويغذر الشعر كده. اللهم بارك، الماسك ده بالذات ماسك الصدر لما تخلصيه تحسي كده ان شعرك اتحول باروكه. شايفين كنت بوريكم البواقي اللي باقي في البوله، يعني كنت انا عملته ابني، ودي كانت سلمى، يعني ما شاء الله هيكفي معاكي 3 افراد كمان. طبعا عشان هو اصلي يا بنات، اصلي اهم حاجه عشان تاخدي منه النتيجه الحلوه اللي انت عايزاها. هاتي من اي مكان، مش بقولك مكان معين، بس تاكدي ان هو الاصلي علشان تاخدي نتيجه، مش بتتعبي نفسك على الفاضي. تمام كده، انا عملت الجزء ده وعملت النص التاني. اما بقى من نص الشعر كده للاخر هاخد معلقه من زبده الشيا، يبقى احنا كده ضربنا عصفورين بحجر، عملنا كده جلستين، جلسه تغذير وانبات وتكثيف وكمان ترطيب للشعر. يا دوبك كده دعكت كده زبده الشيا بين ايديا وغلفت بيها الشعر من تحت، وهلبس لهم كده كيس وهسيبها بالماسك ده يا بنات لمده ساعتين. انت لو اول مره بتعمليه خليه ساعه ونص. تمام، تعالوا كده نشوف بعد الساعتين ما عدوا، الصدر ما شاء الله طري جدا، مش ناشف، مش لازق في فروه الشعر ولا ماسك في شعره. هوريكم دلوقتي وهو بيتغسل حرفيا بيطلع يعني لومه اصلا بالذات، يعني اي حاجه مثلا حنه ما تحبش تغسلها، مشاط لا ما تغسلوش، بس الصدر لان بتقولي بحس زي سفنج كده في شعري، زي شامبو كده غزير في شعري. هو ده يا بنات الصدر الاصلي، وباكد عليكي تاني. تمام، عندك شجره اتاكدي ان هي سليمه واطحني واعملي الاختبار واشتغلي، مش شرط اللي انا جبت منه تجيبي منه. تمام، عشان محدش يقول لي انت عماله تشك، لا هي لازم تاخد حقها، والله تستحق كل كلمه. اللهم بارك. كده بعد ما اخدنا الشاور على طول تلبسي بنوتك بونيه يكون قطن، بونيه قطن، وتسيبي الشعر يتصفى فيه براحته. انا طبعا بقول بنوتك علشان بصور على سلمى، ولكن انا بعمل نفس الخطوات. بتغسلي الشعر يا دوبك كده تصفيه بايديكي، وتقومي لابسه البونيه القطن على طول او المايكرو فايبر، وتسيبيه ينشف مع نفسه تماما. بعد ما ينشف خالص هتبداي بقى تفكي اللي انت حاطاه ده. انا حطيت شويه ببساط جدا على ايدي كده من زيت التصفيف ودهنت بيه الشعر، وبدانا ان احنا نسرح. وبعد كده هتجيبي الشعر يا بنات من ورا تقسميه وتلفيه لقدام عكس بعضه، يا ده اسهل طريقه للف الطاقيه. وبنحط بنسه كده ولا حاجه، واهم حاجه اهم حاجه ان انا البس البونيه الستان، ما نمشي على مخده على طول، علشان الشعر يا بنات بيتكهرب، الشعر بيتكهرب.
فالبس البونستان بتاعي وانام بيه. تصحي بقى الصبح اللهم بارك، الشعر كده حرفيا بيكون في حتة تانية خالص، بتحس ان هو غزر جدا، حرفيا بيكون باروكة باروكة تبارك الله. الشعر مفرود سهل جدا التسريح وبيطول معاكي. شعر اللي انا قصيته معاكم قريب، وان شاء الله في الوقت المعين ليه المحدد ليه هطلع اقصه معاكم تاني. تبارك الله وقول اللهم بارك. وكل واحده بجد بجد نفسها شعرها يتغير فتابعي معايا، احنا يعتبر هناخد كورس كده مع بعض. هتمشي كده بالترتيب، ورقه وقلم واكتبي. اول حاجه تعملي ماسك القشره، وده اساسي علشان انضف من الاعماق. ودلوقتي شفتوا شعر سلمى مفيش ذره قشره في شعرها تبارك الله. بعد كده هتعملي جل الكتان، وده هيكون للتصفيف علشان ترتاحي من تشابك الشعر وتعبه معاكي. بعد كده هتبداي بقى تعملي ماسك الصدر ده بنفس الطريقه اللي انت شفتيها. وان شاء الله الماسك اللي جاي هتشوفوه برده هيكون حلو جدا وهيعجبكم، ولونه حتى في الشعر هيفرق قوي. اتمنى حقيقي تجربوا كل اللي قلت لكم عليه والتزموا بكل كلمه، وبفضل الله قسما بالله وعن تجربه من اول شهر يا بنات، من اول اسبوع بفضل الله، من اول اسبوع هتلاقي نتيجه هتعجبك جدا. وبكده خلاص الفيديو خلص. لو عجبكم وعايزيننا نكمل ارفعوا الفيديو بلايك، وكمان اكتبوا لي كومنت حلو منكم. مع السلامه.